والآن هسه أنا متورط ورطة من هاي الزينة، ولا أقدر أوصل لذيك الجهة ولا أقدر أوصل لذيك الجهة. حاولت أروح للجهة اللو قاعد زلقت بالمي قاعد، بس مجتبى قدر يعبر هناك، فلازم نشوف طريق لذيك الجهة. هذاك مجتبى وأمي يحاول يوديها، وهسه أنا راح أمر من هاي الجهة، وهذا جعفر تالي هاي الغراوي على الساحل، وهاي العوشية مالتي هذه. واخيرا عبرنا للجهة الثانية، وهنا راح نسوي تخييم هذا النهر المخيف. طبعا هو يبين عليه انه مو كلش مخيف وعادي هيك سهل عبالك نهر شطح، بس كلش صعب. الصخور تمزلق عبالك مسحول واحد يمشي عبالك مسحامه حلو، تيار بي عميق ثمينه. وصلنا يابا ذيك سيارتنا على الجهة الثانية مال النهر، وهسه لازم ننصب الخيمة وننام هنا. صباح الخير. بس شوفوا لي هذا المكان، يعني الواحد اللي يجي هنا ويصبح بشهرة هيك منظر يجنن، كل همومه تنزال وما يبقى عنده أي حزن. طبعا تورطنا لأنه اليوم الصبح قاعدين والجو بارد، فهسه ما نقدر نعمل مثل البارحة هيك نطبش، فهسه راح نحاول نبني جسر، جايبين هاي الخشبة الطويلة وراح نحاول نحطها على هذا النهر، وبلكي الله يقدر نعبر بدون ما نغرق. هسه راح نحاول نرجع للسيارة اللي هي ذيك ورايا، بس شنو لا حد يقول لي استاذ ليش طالع بدون هدوم؟ عيب، هدومي هنا هاي مشدودة بيها الغراب، رجاء بدون مسبة وبدون غلط. يلا خلينا نطلع. والآن حان دور السيدة قديرة الكبيرة الوالدة العزيزة. وأخيرا عبرنا على الجهة الثانية مال النهر، وهسه لازم نرجع نسوق ونبدي مغامرة اليوم الثاني. وهسه احنا بهذه المنطقة تعتبر الصحراء الوحيدة بكل كندا، لأنه مناخها حار وجاف، لك عيني فدوى الله حتى صحراء متجنن. وهسه توقف سريع هنا بهذه المزارع الكندية، نشتري لنا تفاحة عرموطة نتريق بيهن، كله طبيعي. شوفوا عمي شلون تكي عندهم، تكي هذا الزين، التكي الكندي الأصيل. يلا بعد تردون. طبعا الحجية لحت الا نخبط لنا كم تفاحة من هذه الشجرة. وهذه سيارتنا الشبح. عندنا بعد فد 1000 كيلومتر سياقة بيها، والله يستر. هذا المكان عبارة عن مزارع مال عنب يسوون منها جميع أنواع النبيذ والعياذ بالله. بس احنا ما علينا رايحين لذيك البحيرة. So this is supposed to be the warmest lake in Canada. Let's try it out. See how this is not warm. وهسه نرجع نسوق بهذه الصحراء الكندية بحثا عن مكان للتخييم. طبعا شكلنا راح نتورط اليوم مرة ثانية لأنه الشمس دا تغيب، ولحد الآن ما لاقي مكان للنوم. البارحة طبعا بقينا نسوق ساعات بس ندور على مكان نخيم بيه، لأن كل شيء مخبط هنا بسبب العطلة. وباللحظة الأخيرة كنصنا ولقينا هذا المكان الخرافي. وهسه نبدي يوم جديد ومغامرة جديدة بهذا الريف الكندي العظيم.